بعد ما غرفته في الطبق، عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد قلب المكان. جربوها وقولوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم وصفات تانية جديده. الرحمن الرحيم. هنعمل وصفه تحفه النهارده كوريه للنودلز. هقول على طول بسم الله في الوصفه. هنعمل الصوص الغامق اللي انتوا بتشوفوه في الفيديوهات وكلنا هنتجنن عليه ونعرف سره ايه. عندي هنا معلقه صغيره جنزبيل فريش، ممكن تحطوا مجفف بس يستحسن يكون فريش. بصلايه خضراء متقطعه بالعروق بتاعتها، ومعلقه صغيره توم مفروم خشن، وكمان فلفله حمراء متقطعه برضو خشن، وزيها فلفله خضراء. هي الوصفه دي بتبقى مش هتشطه، فاصحاب القولون واللي مش بيحبوا الحاجه الحراقه يبتعدوا عنها. عندي معلقه كبيره بتاعه الاكل ملح، وزيها سكر، ورشه كزبره ناشفه، ونجمه بتاعه اليانسون. هحط كمان 3 معالق اكل سمسم ابيض مش متحمص، هقول لكم ليه. ومعلقتين كبار خل تفاح او خل رز او خل الابيض المتاح، وزيهم صويا صوص. اللون الاساسي شطه مجروشه، عشان كده قلت لكم اصحاب القولون يمتنعوا. حاطه كده 3 معالق كبار. اخر حاجه هحطها نص فنجان زيت مغلي، عشان هو اللي هيسيب كل المكونات مع بعض. مش قادره اقول لكم على الروايح بجد تغبل. تقدروا تحتفظوا بيها في برطمان، ممكن تحطوها جوه التلاجة او بره التلاجة عادي. هتقعد معاكم فتره طويله جدا لان هي فيها مواد حافظه كتير. بس لما تبرد تصبوها في البطرمان الاول. انا هعمل لكم وصفه كده سريعه بيها عشان تشوفوا الطريقه، وليها كذا وصفه. طاسه على النار فيها معلقه زيت صغيره، وعندي كده كام كوره كفته كنت مفرزاهم قلت اطلعهم. ممكن تعملوها بالسوسيس، ممكن تعملوها بالفراخ او الستريبس. سيبها بس كده تتشوح. هحط عليها كده معلقه سكر مكرمل، ده بتاع الكريم كراميل. لو مش عايزين مفيش مشكله، بس هي بتبقى سويت اند ساور. وممكن كمان تحطوا معلقه سكر وتسيبوها تتكرمل في الزيت. وابتدي احط الصوص اللي احنا عملناه معلقه كبيره. انا سلقه نودلز، ممكن تحطوا مكرونه سباكيتي او فوتوتشيني اللي هي الشرايط المتاح يعني. عايزه اقول لكم بجد اكله تحفه. هسيبها دقيقتين بالظبط وهطفي عليها النار.